اهلا بكل متابعينا الكرام على المصريه نيوز. معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه، ونقدر نقول عبقري واشطر من المهندس واشطر من مدير البنك وتحدى مدير البنك. اهلا بك يا علي. الحمد لله. يعني علي، يعني انت كنت تتوقع الفيديو اللي قلب السوشيال ميديا ده بتاع الحسابات بتاعك؟ توقعته ليه بقى؟ عشان انا واثق من نفسي. انت واثق من نفسك، واثق من الفوز. طب قول لنا يا علي، هنحسب كده حسبة مع بعض. احسبي. ماشي، هنقول 5000، لا هنقول 50,000. 500,000 أقل حاجة دي. ماشي، 50,000 في 99,000 ب4,950,000,000. شاطر. خلينا نصعبها شوية. ماشي، 55 555 في 9,000. 4,995,000. الله، شاطر شوية. لا ما بيجيش معايا. ما حدش يقدر يجي معايا. لما انا ما ذاكرش وانا بروت دماغي كده هيبقى ايه. انت عندك كام سنة يا علي؟ انا عندي 13. عندك 13. اكتشفت امتى ان انت موهوب في الرياضة؟ هي حاجة من عند ربنا. هي حاجة من عند انا ربنا. عندي 7 سنين. سيب السلك في حاله. يعني انت ما شاء الله عليك في الرياضة. انت نفسك في ايه يا علي؟ اطلع مهندس. تطلع مهندس. واعمل بيتنا ده. واكشف على ابويا. تكشف على ابوك وتعمل بيتكم وتطلع مهندس. برمجة وكمبيوتر. برمجة وكمبيوتر. طيب. علي، انت موهوب في رياضة ثانية غير الحسابات؟ موهوب في ايه بقى؟ هي الرياضة أكتر حاجة والإنجليزي أو مش أوي. بس مش رياضة، أنت خبير حسابات. يعني أنت نفسك تعمل البيت ونفسك باباك يكشف عليه وحد يتكفل بتعليمه. وأطلع مهندس. وتطلع مهندس. السلام عليكم يا ماما. يعني أنت مستخسرة المواهب دي، أنت نفسك في إيه؟ نفسي علي يطلع مهندس زي ما هو عاوز. نفسك علي يطلع مهندس. نفسك ان حد يرعاه في التعليم نفسي حد يراعيه، حتى لو خد وقت وانا والله راضيه، مش مشكله عندي يشتغل، مش مشكله عندي اي حاجه، بس يراعيه يبقى مهندس زي ما عاوز. ياخده بتعليمه ويطلعه مهندس. انت نفسك تطلع ليه مهندس يعني؟ انا بحب الرياضه. بتحب الرياضه. يعني هل الهندسه يعني شايف انها ممكن يعني تظبط بيتكم وتظبط اخواتك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كل حاجه بايد ربنا. كل حاجه بايد ربنا. شاطر يا علي. انت بتصلي، بتساعد باباك بقى ومامتك في ايه؟ بتعمل ايه؟ بتشتغل في ايه؟ بلم بلاستيك، بمسح على شويه عربيات، ببيع شويه ذره، بتشوي ذره وبتمسح عربيات وبتلم بلاستيك. يعني بتساعدهم. انت الوحيد في اخواتك ولا اخواتك كلهم بيساعدوا؟ كلنا بنساعد. بس انت اصغر واحد. اصغر واحد. علي، يعني خلينا نقول كلمة أخيرة للناس اللي بتشوفنا. وجه لهم كلمة. أنت عايز تقول لهم إيه؟ ساعدونا بس. ساعدونا. عايز حد يعمل البيت. أنت ماما بتقول إن أنتوا مفيش مرتبة؟ مفيش سراير، مفيش أي حاجة. مفيش أي حاجة. بس علي ما شاء الله موهوب في الرياضة، وحاسة إن هو بإيده إن هو يحسن من حالتكم الاجتماعية. هو علي شاطر خالص بقى. لو عارفة، لو حد اداله عربي واداله حاجات من دي هيبقى احسن من اي عيل. بس يكون علي يعني يكون بيشتغل وبيجي من الشغل يا دوبك ينام له ساعه ويطلع على المدرسه، يجي عند المدرسه يروح نايم في المدرسه عشان بيشتغل. عشان بيشتغل على طول 24 ساعه. بيشتغل من بعد العصر الساعه 2 بالليل. اسمع عنه هو في السن ده. تحديك لمدير البنك. مدير البنك ساب شغله عشان انت كسبته في الرهان. ايه بقى اللي حصل؟ هو تحداني يشوف مين هيحسب احسن مننا، انا لخبطته واترفض بسبب. انت لخبطته، يعني انت حسبت احسن منه. طيب خلينا نقول حسبه معقده تانية. 666 في 55,000. مليون 800,000 أو 36. أنا عدتها لك خالص. هي 36,630. هي 36,630,000. صح. أيوه فيها مليون. صح. فيها مليون، بس هو عشان اتلخبط في الرقم الأولاني. بس أنت تمام. هي 72 مليون. لا
انت سمعتها ايه؟ 860. لا 666 بس من غير 1000. هو بقى 660 في 550,000. اسمعها غلط. 330 مليون يعني طبعا يعني على قد يعني سنك قدرت تحل عمليات حسابية معقدة. كان ايه احساسك بقى لما طلعت ترند؟ هاي علي؟ ايه؟ كان ايه احساسك لما طلعت ترند؟ حد هيراعينا باذن الله. كان عندك امل ان في حد يراعيكم، وان شاء الله يبقى في امل قريب وحد يتكفل بيكم. شكرا ليك.